بص بقى اخويا الاهلاوي انت وهو، عشان الكلام ده لازم يوصل للكابتن محمود الخطيب، عشان احنا تعبنا وماشيين بالعلاج. احنا ماشيين بالعلاج لوحدينا يا كابتن محمود. كولر شطب كوره خلاص. الراجل ده عايز كل سيزون تجيب له لعيبه بنص مليار جنيه، وانت اصلا ماسك على الكيس مش هتجيب له حاجه. ده راجل ما عندوش استعداد اللي هو ينزل يدور في الناشئين ولا يجيب لعيبه يقعد لسه يدربها ولا الكلام ده كله. ده عايز لعيبه جاهزه بنص مليار ومليار جنيه كل موسم. فانت مش هتعمل له الكلام دوت عشان انت ماسك على الكيس. انت بتجيب لنا اللاعب بالعافيه، يعني انت بتجيب لاعب بالعافيه. نفع ما نفعش خلاص. فده مش هينفع معانا المرحله اللي جايه دي. احنا هنستفيد بقى كل ماتش اجمع الناس يلا وعلى مدينه نصر ونعمل لهم طابور ذنب والكلام ده كله. احنا الكلام ده مش هياكل معانا يا كابتن. احنا عايزين مش متعودين على الكلام ده. انت عارف ان احنا مش متعودين على الكلام ده. فلازم كولر يمشي ده مبدئيا. ثانيا احنا عايزين الكابتن سيد عبد الحفيظ. احنا بنحب الكابتن سيد عبد الحفيظ يا كابتن. انت جايب لنا محمد رمضان بحس اللي هو قرفان مننا يا كابتن، مش عارف فيه ايه. والله العظيم قرفان مننا زي الواد اللي كان طالع في فيلم الكيف مع محمود عبد العزيز اللي كان اسمه، اللي كان بيقول له يا ابن الكئيبه. ده قرفان مننا واحنا قرفانين لوحدينا. فبالله عليك ارحمنا من الراجل ده. هات لنا الكابتن سيد عبد الحفيظ. احنا بنحب سيد عبد الحفيظ وعايزين نفك الكيس شويه عشان انت داخل على مدعكه. بالله عليك يا كابتن معلش رجاء يعني ريحنا بس المره دي بالله عليك لو معايا.